احلى طريقه للصوص البتر فلاي يا جماعه، هو نازل على الجمبري كده حاجه ايه خطيره. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا هناكل باتر فلاي. معانا حوالي ربع كيلو جمبري بالحجم ده زي ما انتم شايفين. الحجم ده كويس جدا للبتر فلاي. هنجيب يا جماعه الجمبري بتاعنا وهنفتحه كده من الظهر فتحه البتر فلاي. ممكن كمان لو معانا سكينه صغيره. وهنشيل طبعا عرق الرمل ده. كده يا جماعه احنا فتحنا ظهر الجمبري كله اللي معانا اهو زي ما انتم شايفين. هنعمل بقى التتبيله بتاعته اللي هنتبل بيها الجمبري بتر فلاي. في الكبه بتاعتنا يا جماعه هنجيب شويه توم، شويه عصير ليمون، شويه فلفل ابيض، شويه كمون، وهننزل بشويه مستردة، معلقه صغيره توم بودره، شويه ملح. هنفرم يا جماعه في طاسه على النار وهننزل بالزبده، ننزل معاها بشويه زيت. هننزل بقى يا جماعه بالجمبري بتاعنا. الجمبري يا جماعه مش بياخد سوا كتير زي ما انتم شايفين كده. هنقلب على الجنب التاني. هنقلب الجمبري ياخد لون من الجنب التاني. بعد يا جماعه ما الجمبري خد معانا لون كده هنطلعه. في نفس الطاسه ونص معلقه دقيق، شويه عصير ليمون، وهننزل بشويه فلفل ابيض، وهننزل بقى باللبن، وننزل مستردة، هننزل بشويه ملح. هنقلب يا جماعه، شويه كمون، ننزل برشه شبت. وبكده نكون عملنا احلى جمبري بصوص بتر فلاي رهيب. وهستناكم تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب.